بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لرأيي في إقالة حافظ البنك المركزي، أنا شخصيا لا أقدر في كفاءة الرجل وقيمته العلمية وحتى في نزاهته، ولكن من حق السلطة التنفيذية الشرعية في تاريخ تونس أن تضخ روحا جديدة ونفسا آخر في أكثر مؤسسة يفترض فيها الاستقلالية، لا سيما وأنها تؤثر في قطاعات عدة للبلاد وتهم العباد. إن بعض المحللين المختصين يرون أن ضخ السيولة إلى الاقتصاد الوطني للأسف الشديد لم يكن كافيا ولم يكن بالفاعلية المطلوبة. إن اتصالي اليوم بالناخبين بما فيهم من مستثمرين ومواطنين يؤكدون لي أنهم ينشدون استقرارا في المستوى العام للأسعار واستقرارا لسعر صرف الدينار وخلق هيكل أسعار فائدة ينسجم كل الانسجام مع الظروف الاقتصادية المحلية، لا المحلية فحسب بل حتى التطورات الدولية كذلك، وذلك لا يتم إلا بسعي البنك المركزي إلى تحقيق ذلك من خلال تنظيم السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يتوائم لا إله إلا الله.